السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم نلقاكم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. غبرت عليكم ولكن راني توحشتكم، كنتمنى أنكم تكونوا تنتوما توحشتوني. الكثير من الأخوات طلبوا مني أنني نرجع نعاود نحط فيديوهات جداد. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الطلبية اللي كان فيها حلوة صفة ديال الروز، فيها أيضا الدجاج. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم المراحل اللي تبعتها، وخصوصا أنها كانت في واحد الوقت اللي هو وجيز تقريبا 48 ساعة وجدت فيها هاد الطلبية. ما كانش عندي فيها الوقت كتير، ولكن الحمد لله أنني توفقت نوصل النتيجة اللي هي أكثر من رائعة. ندوزو على بركة الله. الأول حاجة بديت بها وهي الصابلي، لأن الصابلي كياخد منا الوقت. عندي هنا 250 غرام ديال الزبدة، أنا دايرة هنا عجنة ونص، ولكن بالنسبة لكم نتوما غديروا 250 غرام ديال الزبدة مع كاس ونص ديال السنيدة مع كاس ونص ديال الزيت. صافي، وكنحاول ندعك هاد الزبدة مزيان حتى كتولي عندي على شكل بوماد. ومن بعد غادي نضيف البيض. غادي نضيف هنايا 2 البيضات، انا غضفت 3 البيضات، ولكن انا كنقول لكم المقادير ديال كيلو او عجنه وحده. انا درت عجنه ونص هكا باش تكفاني، لان عندي بلاطوات. ضفت 2 بيضات، وضفت النكهه ديال الناطا او النكهه ديال الصابلي اللي بغيتو. هاد النكهات بجوج كيعطيو واحد المذاق اللي هو اكثر من رائع للصابلي ديالنا. صافي، من بعد غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى تماسك ليا العجين. وقسمت العجينه على 2، النص خليته بالنكهه ديال الناطا، والنص الاخر نكهته بالنكهه ديال الحامض. انا من بعد غادي نفيني بالحامض، بغيت النكهه ديال الحامض تكون حاضره وتكون يعني معزه هكا بهذا الشكل. بالنسبه للصابري ما غاديش نشاركو معاكم، ولا حتى اللوز ما غاديش نشارك معاكم جميع التفاصيل. انا اللي بغيت نشارك معاكم هو الطريقه اللي تبعت او المراحل اللي تبعت هكا باش خرجت لا كوموند في الوقت ديالها. ويعني ما كانش عندي واحد ستريس كبير. حاولت انني نعطيكم حتى نتوما هاد التفاصيل هكا، نتوما اللي كانت عندكم شي طلبيه او كانت عندكم شي عراضه تعرفوا كيفاش تنظموا الوقت ديالكم. آه، من بعد ما غادي نكمل الصابلي، غادي ندوز ونحضر اللوز اللي ما غاديش نحط لكم يعني التفاصيل ديالو حتى هو. خدمت اللوز وخليته يبات، لان اللوز كيبغي يبات واخا كان الغد لي عندي فيه الطياب. بالنسبه للدجاج كنت حضرته من قبل، يعني عطيته نهار ديالو. جبت الدجاج ديالي غسلته مزيان، لان نتوما كتعرفوا الدجاج كيبغي يتغسل مزيان. وحتى لاخر لحظه، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد التقنيه واللي كنديرها انا بزاف، هي الفورص. كنديرو في اخر مرحله حتى كتغسلوا الدجاج ديالكم مزيان بالحامض والملحه والسكينجبير، يعني كتغسلوه 3 الغسلات او 4 ديال الغسلات. المهم شوفوا نتوما شحال كتغسلوه، انا المهم كنغسلو مزيان باش هكا ما كتبقاش فيه ديك الريحه ديال الزفوره. وفي اخر مرحله كندير الدقيق الفورص مع واحد الكميه مهمه ديال الملحه مع طريفات ديال الحامض، وكنخليهم فيه واحد المده ديال ساعه او ساعتين. ومن بعد عاد كنديرو في الشبكه يتسقطر، وتنديرو في الفريغو، وملي كنبغي راني كنجبدو. يعني هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا في الدجاج، وكتجي صراحه رائعه. كيجي الدجاج غزال، ما كتجي فيه لا ريحه لا زفوره لا حتى دوك الشوائب كلهم كيتحيدوا ملي كديروا هذا الفورس. الوقت اللي كان اللوز كيطيب في الفران، حضرت لا ماريناد اللي غادي نشرمل فيها الدجاج. هنايا عندي الحامض مصير مع الحامض معصور مع الربيع مع الثومه مع الضامات ديال الزعفران، الضامات ديال السمن. وضفت عليهم شويه ديال الماء. ومن بعد هنايا ضفت العطريه، ضفت السمن، وضفت المروزيه ديال الدجاج. ضفت سكينجبير، البزار، الملحه ما كنضيفش واحد الكميه اللي هي كثيره، هنا راه باقا ما ضفتهاش نهائيا حتى كنشرمل الدجاج ديالي. ومن بعد كنشوف الا خاصني راه كنزيدها، ما كانتش خاصه راه كنكتفي بداك الضامات ديال الزعفران والضامات ديال
ديال كنور، يعني كنكتفي بهم. غادي نشرمل الدجاج ديالي ونخليه يبات. هنا ضفت الخرقوم عرق. غادي نشرمل الدجاج ديالي ونخليه يبات. بالنسبه للدجاج انا كنخليه شويه شاد، داك شويه ديال الثلج هكا، باش واخا كنخليه خارج الثلاجه ما كيوقع ليه والو. يلاه الصباح ملي كنفيق كنلقاه جا في القياس ديالو. واخا تيجي يجي شويه صعيب باش نجمع ليه دوك الرجيلات ديالو، تنخليه حتى الصباح وعاد باش كنجمعهم وصافي، وكنستفو في الطنجره ونديروه يطيب. الوقت اللي الدجاج كيطيب انا دزت نطيب السفه. هنا راه وصلت للمرحله الاخرى، يعني غادي نضيف ليها الحليب ونضيف ليها الزيت ومسائل كامله، نقادها ونخليها على جنب. وعاد غادي نرجع نفيني اللوز، لان انا راه ما فينيتش اللوز، ما بقاش ليا الوقت. عندي يومين ما كافيانيش باش نخدم كل شيء. كنخدم، ولكن في نفس الوقت كنخلي راسي واحد الوقيت فين نرتاح هكا باش ما تجينيش الخدمه مضغوطه. غادي نكمل الرز ديالي، نغطي عليه وندوز باش نفيني معاكم واحد الشكيل ديال اللوز اللي هو الشميشه. هنايا درت ليه اللوز كومكاسي من الوسط مع النكهه ديال البيستاش. وجاتني فكره انني في عوض ما ندير الورد، علاش ما نديرش لوزه مقليه هكا، عطات واحد المنظر زوين. وحتى المذاق تغير لينا، عطانا واحد المذاق اللي هو غزال. صافي، وخديت عقيق هكا وزينتها بشويه ديال العقيق فضي من الجنب، هذا كورني. المهم راه ان شاء الله حتى هو غادي نشاركو معكم في فيديو قادم. هذه لا ماريناد ديال الدجاج باش غادي ندخلو الفران من بعد ما طاب ليا. خديت هنايا صوص الجيريان، ضفت عليها نص كاس ديال الزيت البلديه، ضفت عليها 2 معالق ديال الصوجا، واحد 3 المعالق ديال الهريسه، وخلطت كل شيء. وغادي ندهن بها الدجاج ديالي. عرفتوا راه كتعطي واحد المذاق خطير خطير، وكتعطي واحد اللوين واعر للدجاج. غير هو حاولوا تغطيو الدجاج ديالكم، لان ملي كتغطيو الدجاج راه تيتحمر بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف. وفي نفس الوقت حتى الا ما كانش الدجاج طايب كيزيد يطيب. واخا انا راه تنطيب الدجاج مزيان حتى كنحس به تقريبا يعني ولا زبده، ولكن كنزيد نحيد الشك. كنغطيه بالورق الزبده، ومن بعد كندير عليه بابي الومنيوم كتغطيوه مزيان حتى ما كيبقاش يدخل ليه كاع يعني الهواء ولا كتدخل ليه العافيه هكا، باش كتضمنوا ان الدجاج ديالكم ما ينشفش ليكم. كيجيكم الدجاج طري، كيجي طري، كيجي فتي. الا كان عندكم الوقت غادي تخليوه يتحمر على هذا الشكل. ما كانش عندكم الوقت غادي تخليوه واحد المده ديال نصف ساعه هكا مغطي، ومن بعد كتحيدوا ليه داك الورق ديال الزبده وتحيدوا ليه الالومنيوم وتخليوه ياخذ اللون اللي بغيتو. ولكن راه ما كياخذش معكم واحد الوقت اللي هو طويل، راه دغيا كيتحمر وكيجيكم في اللون اللي بغيتو. واللون كيجي محمر، غادي تشوفوه ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. هنا من بعد ما غطيت الدجاج ديالي ودخلته الفران، غادي ندوز معاكم باش نستف البلاطوات. هانتوما كتشوفوا الخدمه غادا مسترسله وغادا منظمه. الوقت اللي غادي يكون فيه الدجاج كيتحمر، الدغميره راه حتى هي كطيب لان قريبه توقف. مره كنمشي نحركها. السفه كانت طابت. المسائل اللي غادي نزين بها الطبق ديالي او الاطباق ديالي بجوج وجدتها من قبل، يعني كل شيء كان عندي واجد. بقاو لي البلاطوات كانوا هما اخر حاجه استفتهم. واخا انا استفتهم المره الاولى وما عجبنيش الشكل ديالهم، وعاودت بدلت المنظر. غادي تشوفوا في الاخر ديال الفيديو هكا ملي كتنظموا الخدمه ديالكم وكتفيقوا بكري، كيف ما كيقولوا ناس زمان الفياق بكري بالذهب مشري. راه كتقضيو وكيبقى لكم الوقت تحسوا بانكم ما تعبتوش بزاف وما تضغطوش. اما لما فقتوش بكري والخدمه ديالكم ما كانتش منظمه، راه كتحسوا بواحد الضغط كبير، وغادي ديروا الخدمه اليوم وغدا ما غتبغيوش تعاودوها مره اخرى.
وصلت الوقيته اللي غادي نمشي فيها عند الاخت السعديه العزيزه على قلبي، الله يحفظ ليها وليدها، لان كانت بنيتها ولدات، الله يحفظوا ليها والله يخلي ليها. دريسيت ليها البلا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، زينتهم بالحامض مسير، الزيتون، وهاد العويدات اللي درت فيهم زيتون خضر مع فرماج ساندويتش مع كاشير، قطعته هكا غير مرصوات مربعين. المهم كلشي راه باين قدامكم. والطبيسيل درت فيه الهريسه، درت فيه شويه ديال الربيع. المهم تزيين راه بسيط، ولكن راه جا الدجاج رائع. راه المنظر ديالو هو كيدوي على نفسه، ما يحتاجش انني نهضر لكم عليه. الوقت اللي غادي الضيوف ديالي غادي يكونوا كياكلوا الدجاج، غادي نحضر السفه. بالنسبه للسفه انا راه تندير فيها الزبده والسكر كلاصي قبل ما نرميها في البرمه، هكا باش مني كنخويها سخونه طايبه، كتجي غزاله وكتجي هكا معلكه كيف ما كتقول الاخت السعديه. الروز المعلك، مسميه غير الروز المعلك بقوه ما كتجي فيه واحد التعليكه اللي هي خطيره. صراحه كيجي واعر هذا الروز، ولا مطلوب عند الناس بزاف وكيبغيوه ليا بزاف. زينته على هذا الشكل، درت فيه النوغه ديال اللوز مع المشماش اللي درت فيه هكا لويزات، ودرت الزبيب هكا من الفوق. انا راه خديت غير المول داير ودرت فوق واحد الزليفه عاوتاني دايره ودرتها من الفوق، يعني اشياء بسيطه وخلقت لينا منظر اللي هو رائع. وزينتها بالبيض ديال السمان، واللوز دوزته هكا على جنيبات. المهم راه كلشي باين قدامكم وواضح. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوفقني نحط لكم فيديوهات اخرين ونكون معاكم ان شاء الله في مناسبات اخرين. الله يعطينا عيد صحيحتنا وطولة العمر. هانتوما اللوز والصابلي كيفاش جا، يعني الحلوى كيفاش جا المنظر ديالها اكثر من رائع. اما المذاق راه ما نهضروش عليه. ان شاء الله اي حاجه بغيتوني نشاركها معكم مرحبا، خليوها لي في التعليقات ديالكم. ما تنسونيش من لي كومونتير ديالكم، ما تنسونيش من اللايك ديالكم. راه بالفضل ديالكم والفضل ديال الله ان شاء الله غادي نوصلوا القناه لاعلى نسبه من المشاهده. راه حتى كنبغي نرجع للوراء، ولكن السؤال ديالكم عليا هو اللي كيخليني نرجع. كنتمنى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. في امان الله.